الو. الو. ايوه. مساء الخير يا استاذ اسامه. مساء النور، اهلا بيكي. انا مبسوطه اني وصلت لحضرتك وبسمع صوتك. ربنا يخليكي، انا سعيد ان حضرتك معايا على الهوا. طب اتعرف بيكي؟ ممكن ما اقولش اسمي؟ ممكن جدا. طب كام سنه؟ 53 سنه. يا اهلا بحضرتك، اتفضلي تحت امرك. اهلا بيك. اتفضلي. انا سمعت مقدمه الحلقه النهارده، حضرتك بتتكلم على اسباب الطلاق اللي بيمر بيها الشباب الايام دي والظروف اللي بتقف قدامهم ممكن بسبب الاهل. طيب كنت عايزه اخد رايك بقى في مشكله تانية، الطلاق بقى الناس الكبار اللي مش شباب. يعني انا زوجي طلقني بعد 25 سنه جواز. بعد 25 سنه جواز. عندك اولاد؟ عندي اولاد، عندي بنت وولد. ربنا يخليهم. الحمد لله. طيب جوزك طلقك ليه؟ انت طلبت طلاق ولا هو اللي طلب الطلاق؟ لا هو اللي طلق. ليه؟ احنا قعدنا مخطوبين ما يقرب من 3 سنين تقريبا، قصه حب يعني مش جواز تقليدي. واتجوزنا قصه كفاح كمان، وانا بشتغل اصلا، وكل حياتي كلها كرستها لبيتي وليه هو ولولادي. كنت متفانيه جدا في بيتي وما بخلتش بكل جهد وبكل تفكير ان انا اربي ولادي احسن تربيه، وان ابقى واقفه جنبه، ابقى متعاونه، ما بطلبش حاجه، راضيه بكل ربنا قسمهولي. وافاجئ بعد 25 سنه ان هو بيقول لي احنا مش هنقدر نكمل مع بعض. وبقول له ليه وكده، فبيقول لي انا ما عنديش حب اقدمه لك. بعد كل القصه الطويله دي كلها انا ما عنديش حب اقدمه لك. خليني اقول لك، هو دخل في قصه تانية مع حد تاني. طب ده انت حضرتك قريتها بسرعه يعني. ما سهله اصلا، مش معضله. هو راجل عدى ال50، مش كده؟ تمام. اوكي. بيعدي بازمه منتصف العمر. حس ان هو اشتغل وشقي وتعب وعياله كبرت، وان عمره اتسرق من تحت من ما بين ايديه، ما لحقش يستمتع بيه. فجاه بص لنفسه وبص لزوجته، لقاها كبرت في السن زيه، ظهرت له عروسه صغنططه كده، لعبت في عينيه البخت شويتين. هو انسان ضعيف من جواه حبتين، ما استحملش، جه على وشه قال انا عايز اعيش وانبسط بقى. فبدا يلبس شبابي شويه، بدا يهتم بنفسه، بدا جاء قال لك سوري انا ما عنديش حب ليكي اقدمه لك، انا عايز اعيش حياتي. مش ده اللي حصل؟ ده تمام. لا ده في بقيه القصه يعني فظيعه، انا مش قادره اتحملها. لا اتفضلي. وعايزه حضرتك تقول لي اعمل ايه في الظروف اللي انا فيها دي. طب قولي لي، اتفضلي. المهم ان هو انا مش هقدر اكمل معاكي، احنا مختلفين، انا مش قادر اقدم لك اي حب، واتطلقنا. وبعد سنه بالظبط من طلاقي هو فكر يتجوز. ماشي، المهم هيتجوز مين؟ تفتكر حضرتك هيتجوز مين يعني؟ هتقول لي جاره؟ لا مش جاره. زميلة شغل؟ مش زميلة شغل. طب قريبه؟ لا مش قريبه، مش من قرايبي. امال هيتجوز مين؟ حد بقى يعني ما تتوقعش ممكن يكون مين بعد كل دول. لا اتجوز واحده صاحبتك؟ لا. امال؟ اتجوز اختي. اختي شقيقتي. اختك شقيقتك اللي اصغر مني ب 13 سنه، يعني بينها وبينه هو 17 سنه فرق سن. ودي كانت الصدمه اللي يعني انا مش قادره اتحملها، وهل يجوز ان هو يتجوز اختك؟ اتاري بقى في القانون في ممكن يتجوز اختي بس يعدي سنه. طالما انا لسه موجوده وعايشه ممكن يتجوز اختي بس يعدي سنه قانون. هو استنى السنه؟ هو استنى السنه بالظبط. يعني هم كانوا على علاقه ببعض في الفتره اللي قبل ما يطلقك؟ ما اي حد بقى يقراها، لان انا تعبت من ان انا افكر في اي حاجه. ما هي طالما هو استنى السنه يبقى هم كان في مشاعر ما بينهم في الفتره اللي قبل كده، وانتظر ان هو السنه دي تعدي، يعني طلقك وانتظر السنه عشان يرتبط بيها ويتجوزها. طيب مين اللي سمح له بده؟ فين اهلك؟ فين والدك؟ فين والدتك؟ فين عمامك؟ فين اخوالك؟ فين الناس دي؟ تمام. انا رحت اسال بقى بابا وماما، لقيت بابا بيقول لي انت هتعرفينا الحلال والحرام؟ هم متجوزين على سنه الله ورسوله. هيتجوزوا على سنه الله ورسوله. بعد ما قالت لي بعدها باسبوع كتبوا الكتاب، ولا كأن في اي حاجه، ولا واحده منهاره، ولا انا اصلا السنه اللي فيها طلاق دي